السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. لو دي أول زيارة ليك بالقناة رجاء الضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا الجرس، وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ شيف شيماء حامد. والنهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل خلية النحل. هنعملها بعجينة جميلة جدا، عجينة قطنية وهشة هتخلي خلية النحل معانا هشة جدا. أول حاجة معانا 4 كوبايات دقيق، من نفس مقدار الكوباية اللي هاخد بيها الدقيق هاخد كوباية لبن من نفس المقدار بس تكون دافية. معايا معلقة صغيرة بيكنج باودر ممسوحة وربع معلقة ملح. هنا معانا ربع كوباية زيت، 3 معالق كبار سكر، ومعايا معلقة خميرة بيرة كبيرة. اول حاجة هعملها هاخد كده الخميرة بيرة احطها على اللبن الدافي، لازم يكون دافي عشان تتفاعل، وطبعا ده تست للخميرة عشان نشوفها بتتفاعل معانا ولا لا. وهاخد جزء كده من السكر وهقلب اللبن مع الخميرة كويس. اهم حاجة السكر يدوب، وهسيبهم بقى يتفاعلوا مع بعض لغاية لما اجهز بقية الحاجة. هجيب بقى الدقيق هحط عليه معلقة البيكنج باودر بس تكون ممسوحة زي ما قلنا، وربع معلقة الملح، وهضيف بقى السكر وهقلبهم مع بعض. بسم الله. ومجرد ما الخميرة اتفعلت معانا هنبتدي نشتغل على طول. هنشوف كده الخميرة هي اتفعلت، ارتفعت معانا كده وتقلت، معناها ان هي خلاص اتفعلت. هبتدي اضيف الزيت. بسم الله. وهضيف على طول الخميرة، وهقلب. هضيف بقى نص كوباية لبن كمان على الخميرة اللي احنا كنا مجهزينها كده. هبتدي الف كده الدقيق. خلاص كده عجنتها كويس. اهم حاجه نخدمها كويس قوي واحنا بنعجنها، ناخدها كده على الرخامه زي ما عجنتها. طبعا بتكون لينه بالشكل ده، عجينه جميله جدا ما شاء الله. زي ما قلت لكم احنا حطينا كوبايه ونص لبن. طبعا اللبن بنضيفه تدريجيا عشان ما نتفاجئش ان زاد مننا قوي، واحنا مش عايزين نرجع تاني نضيف دقيق بعد ما نحط اللبن، فعشان كده بنضيف النص كوبايه الزياده تدريجيا، ما بنحطهاش كلها مره واحده. هغطيها واسيبها كده حوالي ساعه وبعدين نشوف هنعمل ايه. خلاص كده العجينه خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ساعه بالظبط هبتدي كده افتحها وبالراحه انزل الخمر اللي فيها. اخدها كده وابدا اقطعها قطع صغيره متساويه قد قطعه الليمونه الصغيره، يعني عايزاها كلها تبقى الاحجام دي بالشكل ده بالمقاس ده. هعملها كلها بنفس المقاس ده بحيث انها تكون كلها زي ما قلنا حجم واحد.
كده. خلاص كده قطعته كله حجم واحد. هبدأ بقى اجيب الحشو اللي انا هحشيه بيها. عندي هنا 4 معالق سكر، عليهم معلقة كبيرة قرفة. هو ده الحشو اللي انا هحشي بيه. ممكن بقى انتوا تحشوا بالشوكولاتة او بالجبنة الكيري او بالجبنة المثلثات زي ما انتوا بتحبوا، يعني اي حشو، مربى، دي حسب بقى ايه كل واحد ورغبته. خلاص كده هقلبه كويس. هبدأ بقى اخد واحدة واحدة كده واعمل لها زي فتح كده اهي كده، وهحط نص معلقة وابدأ اقفل الاطراف. هكون مجهزة صينية دهناها زبدة كده، وهبدأ احط كده. ناخد واحدة كمان، نحاول نعمل لها زي فجوة كده نحط فيها، هي فراغ كده نحط فيها. انا بحبه كتير بصراحة، عشان كده ايه عمقت شوية الفتحة بتاعت او الحفرة بتاعت العجين اهي. لما نيجي بقى نحطه في الصينية بسيب مسافة حوالي سنتي ما بين كل واحدة والتانية. هكمل بقى الكمية كلها، نشوف بعد كده هنعمل ايه. خلاص كده شكلتها بالشكل ده. هنلاحظ ان في حاجات كبيرة، مقاسات كبيرة، وفي فرق مقاسات ديت عشان الخمر، يعني وانا شغالة بيها كانت بتخمر، وفي لسه مخمرش، عشان كده لازم اسيبها حوالي ربع ساعة عشان كلها تكون يعني الخمر بتاعها كل واحد. هندهنها طبعا قبل ما نحطها في الفرن. انا هنا جهزت نسكافيه وحوالي 3 معالق لبن ومعلقة سكر، دوبتهم مع بعض بالشكل ده، وهبتدي ادهن الوش بتاعها. بيكون افضل من البيض، يعني انا بحس برضو البيض مهما حطينا له فانيليا بيدي طعم زفارة كده، فالافضل ان احنا ندهن بنسكافيه، وبيدي لون جميل قوي لما بنحط المخبوزات في الفرن. هدهنه كله، وهنكون مجهزين الفرن على درجة حرارة 190. هياخد حوالي ربع ساعة بالظبط، وهتلاقوه بيحمر تحت وفوق مع بعض. مش هنحتاج ان احنا نفتح له الشواية، لان العجينة دي جميلة وخمرها حلو وبتخمر حلو قوي، عشان كده هنلاقي ان العجينة بتستوي كلها لون واحد، واللون بيتوزع كله مع بعضه. بس هكمل بقى الكمية كلها زي ما قلنا ونحطها في الفرن. كده خلاص دهنتها كلها، ربع ساعة تخمر وبعدين نحطها في الفرن. كده خليت النحل بعد ما طلعت من الفرن. هنا بقى انا مجهزة سيرب بارد. السيرب ده عبارة عن كوباية سكر صغيرة، معاها كوباية مية، معاها نقطتين ليمون وفانيليا. بحطهم على النار 5 دقايق بالظبط، واطفي خالص، وبعدين اسيبهم لغاية لما يبردوا. اول ما تطلع خلية النحل من الفرن هبتدي احط كده السيرب عليها. ممكن بقى لو عندنا لبن مكثف اللي هو المحلى نحط. هحطها كده عليها كلها. خلاص كده بعد ما حطيت عليه السيرب هوريكم بقى شكله من جوه. نيجي كده نطلع منه. بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي. وبصوا سبونج خالص كده، طري جدا. ابتدي اطلع واحده كده، افتحها معاكم.
من جوه، شكلها من جوه وهي محشية. بصوا العجينة من جوه، تحسوا ان هي مورقة خالص بالشكل ده. شكلها عاملة ازاي، جميلة جدا وريحتها روعة وطعمها بقى في منتهى الجمال. زي ما شفتوا جميلة جدا وهشة ومخدتش مننا وقت. بكده خلاص خلصنا خلية النحل. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم